الذكرى الثانية للاحتفال بالثورة تبعنا عن قرب المسيرة متاع حزب نداء تونس ولاحظنا الحماية الكبيرة والواضحة اللي تأمن في قيادي الحزب. روحت الناس وقعدنا نتبعوا في الجماعة اللي كانت تحمي في القياديين. به تو نحن مثلا نمشي ونحن في شارع اوكي والشارع هذايا شارع وين مش نقرب للمقر نتاع الحزب. هل تشعر بخوف؟ احنا الشارع هذا ديما محمي بوقت يبدا ثم عمل ديما محمي لجنة النظام تاع تونس، لانه في وقت يمكن يصير هجوم عليك والواقع ليس محمي. سمعت معناها محمي معناها انتم تطبقوا في القانون تحطوا لنا ناس نتاعكم لا نحكي لك المقر قلت لي الشارع راك انت قلت لي اي معناها البلاصه هذه قدام تونس كما تشوف ثم جماعه النظام لجنه النظام تاع تونس اللي هي تقوم بدورها طبعا في توفير النظام والحمايه ل الناس اللي يجيوا للمقر، لانه مقراتنا هجمت اكثر من مره، واقل شيء نعملوه الناس اللي هي جايه لمقراتنا على الاقل نوفروا لهم شعور بالامن قدام المقر، لانه احنا عندنا احساس انه اي مكان في تونس تمشي له يمكن تعرض فيه لهجوم لاسباب سياسيه. انا شفت خلينا البرنامج تعرفوا في الصميم نحن تبعنا المسيره اللي وقعت الاخيره واللي شاركتوا فيها انتم من تونس، وتبعنا الناس اللي كانوا يحميوا او ما لجنه الحمايه وكانوا لابسين لدى تونس، وبعد تبعناهم بالكاميرا ولقينا فهم مفاوضات ماليه صورناهم. معناها بالبدايه والنهايه الناس هذوما مش مناضلين تاع نداء تونس، انتم ناس تخلصوا فيهم في الفلوس. مين الفلوس وكيفاش انتم تستقطبوا الناس هذوما باش يحميوكم؟ لا ما الحكايه هذه ما نتصورش انا صارت بالطريقه هذه. صورتها انا يمكن ما نتصور خاطر ثم زادت معناها تنقل وناس جايه من اماكن متعدده، مش سهل باش تجمعها من الناس هذوما، ما ثم تنقل وثم معناها اي واحد يعمل لجنه نتاع نظام ولا حتى لجنه لوجستيه يعرف ان فيها مصاريف تاع تنقل، مصاريف تاع اكل، مصاريف تاع غير وكذا. اول شيء احنا زاد راهي هذيك مش جايينها جايبين الناس هذوكم باش يحميوا متظاهرين، احنا ايضا حتى نمنع اي واحد من المظاهره باش يرمي حجره باش يعمل كذا، على خاطر زاد لازم المظاهره تكون سلميه. هذا احنا التزامنا. طبعا المظاهره هذه كان فيها حضور من جهات متعدده، ومن الطبيعي جدا يكونوا موجودين ناس اللي هم يوفروا نوع من التنظيم في كل مظاهره، واللي ما عندوش بالعكس ما يعملش مظاهره.